السلام عليكم حبايبنا الغوالي، حياكم الله وبياكم شبابنا. رجعنا لكم اخوان ويا المخاليف، لان تعرفون هسه بعد مو محيرة عبرت جناحها ان شاء الله ما ظل شي حيبس 10 ايام. ها جناحها 10 ايام ان شاء الله يبس باذن الله، كلهن جرة واحدة. وبنفس الوقت راح نطرق الموضوع. تذكرون هذا اخوان، هذا الطير اخر مقطع نشرت بيه قبل تقريبا 3 أسابيع هيجي. هذا الطير الحمد لله عبر المرض، اذا تشوفوه نشرته بوحدة عبر المرض. سويته مرحلتين. بالبداية جريت قسم من ذيله، شترته ورقبته كلها شلتها، يعني شلات الريش عنه نزعته، وقلنا ان شاء الله بس يطلع الريش او بس يورد يختلف الوضع. حسن الحمد لله وضعيته ها قدامكم، كان ما يقدر يوقف، يتقلب بالقاع تمام. فطلع اللي برقبته قبل ما يبس اللي برقبته، جيت بترته دير هسه تقريبا بعد له تقريبا 7 ايام يبس تمام. ها وضعية الطير، والنوب سوت جريت جنحه. أنا سويته مرحلتين، غاية في نفسي يعني، لأن هذا الموضوع تكلمنا عنه بما يخص الصورة والكذا. هو لحد ما صار بي صورة، هذا ننتظر منه طخة، ما يصير بي صورة. هذا ننتظر منه طخة، والطخة تروح بمرور الوقت. أما الآن فالحمد لله صحته تمام. هاي الفترة كلها كنت أوكل بيه يعني، لأن طير ما ياكل. كانت عندي رسالة إنه ليش تشمرون الطيور اللي عزيزة عليكم، مثلا مو قصدي كعزيزة يعني الطير هو كنا نعرف يعني واحد من باب الأجر، يعني أقدر أنا أشمره تلفه وما عندي مشكلة. بس مرات بنفس الوقت أكو طيور عندنا طيور غالية وعزيزة علينا، مو ذني بالله طيور يعني، أقصد على طيور يعني. عندنا مثلا الزرق، عندنا مثلا الزواجل، ذني الشهايد، عندك مثلا طيور يعني مازاق، مطبقة، صفر، طيور غالية. مجرد ما صير بي رعشة قبل شي يسوي شمرة. يعني أنا ردت أوصل رسالة إنه لا تشمر طير، عزله، خلي يعدي المرضيات، شوفوا خير من الله. هذا الطير كان ما يوقف زين، يعدي المرض، ورا ما يعدي المرض بعد معليش إن شاء الله، طير يعدي زين. هذا شوفوا، هذا وضعيته لله الحمد. الله العافية، مو احنا السبب. شوفوا تبارك الله، بدنا حشوفكم بناتن ان شاء الله. فهي هذا الفيديو ما بدي اطول بيه، هي رسالة. الهسيرة جاني والله نسيتن، سبحان الله. صار بي سبحان الله، نص ساعة 3/4 ساعة طيرتين. طبعا نواشي ما عندنا ويا الحمر، بس عندنا هذا البدرانج. سبحان الله، قسمته بقى انه كان النية هم واحد يزعل علينا، كانت النية ما الذبح، بس سبحان الله شفتها اصلا محافي. سيد عمر طانا 3، فسبحان الله شفت هذا اصلا وحافي وبقيته. هذا يصير كله ابيض، اقلها نشان يبقى بين، اقلها نشان. لا هذا الزاجل سبحان
سبحان الله صار ديج. ان شاء الله الموسم الجاي نونسكم بيه هم فكات عندنا وكذا على الموسم القادم ان شاء الله. هسه تجي اخته. فعلى العموم اخوان، فهاي كانت رسالة ردنا نوصلها، انه حقيقة اكو علاج. شاهين انت بس لا تشمر الطير اكو له بالسدة. موكم فرة. اكو شغلة راح احكي لكم عنها بما يخص الطبقات. شو ذني اثنين طرف هذا ذني نفس الخلقة، بس تدرج الالوان مهم. طبعا خالفت بيناتهن، اشتغلتن بالخانات تمام، حتى يعني بالمستقبل اذا ردنا نبزرهن نزقهن فد حلق ما يغلطن ان شاء الله، وما نحير من جديد تعال اطبق من جديد ورهم وكذا، لا تمام. هسه حشوفكم فد نموذج من بناتهن بعد ملابين، بس ان البراجة يعرفون النتيجة. طبعا البراجة يعرفون النتيجة من يشوفون الفرخ. احنا عندنا الفراخ من نلقى فرخ مديرم معناه على اغلب الطير ان شاء الله يطلع حلو، وبنفس الوقت يعني تطمئن انه هذا مو بدرنج. بنفس الوقت تطمئن انه هذا مو بدرنج. فاخوان ما اريد نطيل عليكم، هذا بس فيديو هم حبينا نسلم عليكم وعساكم بخير وعافية. الزوج وعساكم بخير وعافية تمام اخوان. وبنفس الوقت طبعا طيور لحد ما صعدات دشر ابد. جت الطيرة. اذني بالسادس يقعدن ان شاء الله ونجهزن بالموسم. خواتن ان شاء الله موجودات، بعد اسبوعين يجهزن هم نخرجهن وهذا الطير. فاخواننا والله ما اريد نطيل عليكم، مبدئيا تواصلنا وياكم ونبلغكم اخر اخبارنا. عندنا متابعين محترمين يعني حقيقة يستحقون نتواصل وياهم دائما. هذا جانب اخر حبيت انوه على هذا الطير اللي نزلنا عليه اخر مقطع، انه الحمد لله طير تعافى 80%، وبعد ما دام وصل 80% بعد انتهى موضوع ان شاء الله، عدى الموضوع وانتهى باذن الله تمام. وراح اشوفكم نموذج مال فرخات على الطبقة. اني والله من كنت قاعد بذاك البيت يعني تكلمت على موضوع الطبقات، يعني تكلمت على موضوع الطبقات. تكلمت على موضوع الطبقات و شو اسمه، وقلنا تدرج الالوان من ايام الحناني اللي كنا نشتغلها. قلنا جينا على طبقة الطيور العادية، الرومانيات، الصفاروة، تكلمنا بهذا الخصوص. شوف انا حشوفك هسه نموذج. هذني زوج فرخات. هذا مبدئيا هو طير حلو من نشوفه مديره متعوب زين، والفروة مالته غامقة. يقينا هذا طير معدل يطلع نقش تمام. هذا من هذا واضح. ذني زوج، ذني امهاتهن تراتشي وبنك، امهاتهن تراتشي وبنك. شوف لي ذني همينه بعدهن صغار، ذني همين هذا واحد، هذا واضح، هذا الثاني. تدرج الالوان
هنا طيور بيضات. طبعا هذا البيض يعني هذين الفرخات فد يومين واشيلهن يومين. وهذا طبعا له دور، هذا المتيل له دور، وذني الوردات بالجنح لها دور تغنيك من البدرنج. هم تكلمنا بيها بما يخص تجنب الطبقة اللي تطلع بدرنجات. هسه مو صفراوية طبعا مادة يعني جنح يعني بعد ما يبس. تشوفون هاي الوردات، هذا يفيد وين بالطبقة، ما اطبق صفراوي على صفراوي. وبالمناسبة هذا الطير يعني هاي الطيرة فحلها يعني اسمر، فحلها اسمر الطيرة، ولكن لو اجي اطبق صفراوي على صفراوي وبي وردات يذب لي طيور نقش وكذا، بس يغلط ببدرنج. بس اني من اجي اطبق رماني على الرماني. هسه بعدني بشوف ذني الطبقة ما لك علاقة بالشكل، على الثوب ذني بعدهن من بيضات. بشوف الفحل صفراوي طيرة رمانية زين. هذا الفحل دا اشوفه، هذا الفحل طيرته صفراوية. وينها طيرته؟ وانا اغلبهن يشابهن عموما زين. هذا الفحل دا اشوف، هذا الفحل هذا على سمار دا اشوف، هاي طيرته صفراوية تقول حنية. هاي بس شنو طيرة وردلية دا اشوف. هاي السمار بجنحها زين، دا شوف ذني السمار اللي بجنحهن هم بناتن تبارك الله. ذني بناتن ذني بناتن. لا والله لا، مو ذني بناتن، ذني مدري ذن والله ما ادري. عموما بكل الاحوال اخوان، بكل الاحوال ما تطبق صفراوي على صفراوي. هاي طيرته كانت صفراوية. هاي هذا الفحل شوفوا صفراوي، طيرته كانت صفراوية فريتها. عندي طير لا خم كان بذاك الفيديو السابق تكلمت عن ذني طبقة غلط، ذني غيرتهن. ليش؟ حتى اتجنب البدرنج زين. ذني الاخيرات شفتكم فرخات، ذني امهاتهن هسه مطردات من جديد. هن لين ما خالف شيء يعني يظلن يتقامطن وكذا، ومو مال الواحد يزقن هسه بعدهن صغار. فاذا الله خلانا طيبين وبقيتهن ما طلعتهن اطلع وجبه منهن، بس شويه احتمال يعني زيدهن فوقهن زين. وذاك الوقت نقدر نبزرهن. واحد يقول يسوى، واني الي غايه، اني من جبت ذني الي غايه بالموضوع، وان شاء الله ما راح افصح عنه. بغض النظر عن موضوع القوه، اغلب الاخوه يقولون ينشخ الحافي. انا اذا طير واعي عندي، انا طلع شوف طبقت والله. اذا طير عندي واعي مو ذني، انا ما احكي على ذني هم حيصيرن حال جلدات الفرخ، لان طيور مبسوله من طيور صحيحه. كم واحد واقع بالغلط زين. اما البقيه لا، البقيه من طيور من سطح زين. والله بعضها اغلبها يعني اغلبها شو اقول يعني تقريبا 5 أو 6 كوك هيجي حسب يعني ذاكرتي. هذني جبناهن يعني ما الصيد. اما البقيه من نبسلها من طيور والله ما اتذكر يعني. عموما الطير يختلف من يصير يعني محير ويوقع، يعني هم مرات ينغدر، هم مرات ينغدر. فعلى العموم اخوان، اني ببالي غاية من جبل ذني. وان شاء الله اذا الله طول بعمرنا ما راح افصح عن اللي اريد اوصل له. بس اذا الله خلانا طيبين وتخميني كان صحيح، حدسي يعني كان صحيح،
وجهة نظري كانت صحيحة، إذا توافق يعني رأيي وجهة نظري ويا اللي دار اسويه، فهو يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله ذني الطيور الحفاية الصنم يعني راح يصير موضوع بإذن الله. ببالي ان شاء الله غاية وما راح افصح عنها. نحاول نسوي لنا 40 هنا هسه حاليا هنا 32 33 هنا حاليا اقل ما اعرف. المهم نحاول نسوي لنا 40 بس ما اروح للسوق. البقية نطيرهن واحد زين ووراها نطبقهن سوا وان شاء الله خير ان شاء الله خير. ما اريد نطلع لكم اخوان اكثر. هو المقطع كل ما يكون قصير كل ما يكون افضل، وان شاء الله ذني من نريد نبزرهن هم راح نشرح لكم ونشوفكم كل اثنين واحد يعني ورا ما يتعشن نشوفكم يسعدن السلالهن. لان على الاغلب من وطبعا انا ضد اللي يبزر بخانه ببرج عفوا، ضد اللي يبزر بالبرج يطلع فرخات بالبرج حقيقة، لأن مو مثل الخانة. الخانة موضوع للي يريد يطلع فرخة صحيحة. أما بالسلال لازم واحد عبارة عن الثاني، واحد كسر بيض الثاني، واحد اتمالخ يشمر الفرخ زين وهكذا. بس احنا ان شاء الله نقدر يعني نخلي قواطع باذن الله حتى يستقرن تمام ونرتب الوضع مالهن باذن الله. هذا البرج يكفي 42 مرتاحات، 42 ما عدا هاي الصفحة وما عدا ذيك الصفحة. اذا يبقى يعني شاغرات هذا وذاك يبقى بس بالنص ذني حتى يتقامطن بها قدرا. يعني انا مسويها عالية، هاي مسويها عالية وعريضة شوية حتى الطير يتقامط براحته حتى ما يحتاج طلعة زين. ولكل حادث حديث اخوان. عندنا ان شاء الله ذني الزواج الهمين هنا زين، عندنا هم زواج الفوق وان شاء الله خير ان شاء الله خير اخوان. هذا لهنا اخوان ننتهي لحلقة اليوم. قلنا بس حبينا نبين هذا الموضوع. اللي عنده طير غالي، اللي عنده طير عزيز عليه، الطير اللي يحبه او طير استخطاه ما يذبه البزونة تمام، فحقيقة وكله بيدك زين. وهاي تكلمنا عليها احنا، هاي تكلمنا عليها، هاي مال اكل يعني تكلمنا عليها ياما وياما انقذت لي افراخ هاي والله. يعني ياما وياما انقذت لي افراخ. داني الطابقة اذا تشوفوهن تحت الغامق طيرة صفراوية. طيرة هذا الفعل. على العموم اخوان، على العموم حاولوا تجيبوا من هاي للطير المريض اللي ما ياكل. انت بس عدى عندك 15 يوم وما مات انتهى الموضوع. مجرد وقت يقوم يستعدل يقوم ياكل انتهى الموضوع. وطبعا هذا اللي يعني طولت خلقه وياه تقريبا 3 أسابيع اوكل بيه، 3 أسابيع اوكل بيه واخليه اخر واحد اداري. اوكل بالخانات، اوكل بالبراجة، وبعدها شو اسوي؟ بعدها اروح وين؟ اروح علي اداريه حتى نازل اني نازل حتى اغسل ايدي. ليش؟ احتمال اكو مرض واني يعني حقيقة الزم هذا منا وهذا منا، والنوب ينعدم الطيور. فعليه انا اللي اسوي اخر واحد اداريه هو، والحمد لله عدى. وانا غاية انه
ممكن يعني انت يعني هسه تشوفوا من بين بيهن ده، شوفوا ضايع بيهن. واذا تريد ارجع على المقطع الاول، المقطع اللي قبل هذا بالفيديوهات، وشوف وضعيته، كان يتقلب بالقاع، ما يستقر، يفترب بكانه. زين اخوان، وموضوع الطبقة ان شاء الله هم نتكلم عليها، والافراخ ان شاء الله اذا الله وفقنا بها هم ان شاء الله بيومها اطلعهن وتشوفوهن باذن الله. ونحاول يعني ما اريد اسبق الحدث اخوان، لكل حادث حديث. طولنا عليكم وشكرا لحسن المتابعة، ولهنا ننتهي، وفي امان الله اخواني الاعزاء. اخوكم سيد ياسر، تحياتنا للجميع، وان شاء الله مستمرين وياكم. وبيومنا صعد ان شاء الله عد شهر همنا نصورها لنا بعد 10 ايام تقريبا يبسا 15 10 ايام يعني كاملات ان شاء الله. بيوم صعدنا عد شهر هم نتواصل وياكم. تحياتنا للجميع، اخوكم سيد ياسر.